شفت الفيديو ده لهاوسن مدافع ريال مدريد وهو في تدريباته الخاصه؟ انا عاوزك يا ابو الكباتن تركز في الفيديو اللي هعرضه لك دلوقتي. انت مش هتصدق ان ده مدافع ريال مدريد الجديد. لا 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 لا، ضحكوا عليك يا عزيزي المدريدي وقالوا لك ان احنا تعاقدنا مع مدافع. عارف، نفترض يا اخي انك انت ما تعرفش ابدا هاوسن واول مره عينك تشوف، وهنقول لك خمن اللاعب ده مركزه ايه. انا متاكد انك هتقول عليه ان ده مهاجم، ولا يمكن ابدا يكون مدافع. اتفرج على اللمسه الساحره، كاستداد بالقدمين ومراوغات وحتى مقصيات. مدافع ايه بس يا ابو الكباتن؟ ده مهاجم متخفي. عارف يا ابو الكباتن ايه اللي عاجبني في هاوسن؟ ان كل لاعبي ريال مدريد في اجازه ومصيفين والدنيا اخر حلاوه، لكن هاوسن زي ما انت شايفه كده طاحن نفسه في التدريبات. بس اسكت بس، ما تقولش مدافع. ده مش بس مدافع، ده بيتدرب على التسجيل وكانه راس حربه ما تعرفش فين قدمه الاساسيه من الضعيفه ما شاء الله. والغريب انه كان بيتدرب مع جواو كوستا لاعب الاتفاق السعودي، وبعد موسم كارثي دفاعيا لريال مدريد زي ما كلنا شفنا يعني، هاوسن يا ابو الكباتن بيبعت رساله ان دفاع ريال مدريد راجع وبقوه. فهل هاوسن هيكون هو الحل السحري؟ وهل يقدر يكون افضل مدافع في اوروبا ولا هتكون صعب عليه؟